السلام عليكم. مقاتلات مصرية وجنود أسرى. فيديوهات التدخل السريع السودانية تثير غضب المصريين. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. نشرت قوات الدعم السريع في السودان مجموعة من الفيديوهات لأسرهم كتيبة من الجيش والقوات المصرية في قاعدة عسكرية بموري، كما أظهر فيديو آخر وجود مقاتلات مصرية. وتسببت الفيديوهات التي نشرتها قوات التدخل السريع السودانية في غضب واسع لدى مجموعة واسعة من الشعب المصري، حيث أكد البعض أن تواجد القوات المصرية والمقاتلات المصرية ضمن تدريبات المشتركة التي يجريها الجانب المصري والسوداني وآخرها الأسبوع الماضي. وفي مقطع الفيديو الذي نشرته قوات الدعم السريع توجه الضباط المصريين للمسؤول في القوات الدعم السريع قائلا: أنا ضابط، وأنا المسؤول، أنا نقيب مصري، وأنا مسؤول عن الناس دي، أنا نقيب في القوات المسلحة المصرية. كما ظهر جنود من قوات التدخل السريع في فيديو آخر مع وجود مقاتلات مصرية داخل المطار العسكري الذي تم السيطرة عليه. وردا على ذلك صرح المتحدث العسكري باسم الجيش المصري أن القوات المصرية تتابع عن كتب الأحداث الجارية في السودان، ويجري التنسيق مع الجهات المعنية بالسودان لضمان تأمين القوات المصرية. وأضاف المتحدث: تهيب القوات المسلحة المصرية بالحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية المشتركة المتواجدة لإجراء تدريبات مع نظائرهم في السودان. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.